السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. رجعت لكم بقى فيديو جديد، يا رب يعجبكم. متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل فيديو جديد انزله. اول حاجة كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تعالوا كده نبدأ الفيديو بتاعنا ونقول بسم الله. النهارده بقى دخلت كده هعمل معاكم النهارده الغدا. حبيت كده ان انا ابدأ معاكم الفيديو بالغدا بتاعنا، لان انا ما عنديش حاجة في الشقة وكده، فقلت ادخل بقى اعمل لكم روتين مختلف شويه النهارده. بصوا بقى، النهارده كده هعمل فراخ كده مشويه في كيس الحراري. فدي الحاجات بقى اللي انا هستخدمها دلوقتي. بقى هنشوف المقادير كده واحنا بنعملها مع بعض، وهقول لكم على الخطوات بتاعتي. عايزه اقول لكم ان هي بيطلع طعمها جميل جدا. انا حبيت ان انا اعمل الفرخه كلها مع خضار وكده، عشان اعمل غدا اليومين او 3 مع بعض، لان كنت هروح مشوار فمش فاضيه ان انا اعمل غدا وكده لتاني يوم. فقلت اعملها بقى كلها مع بعض، وبتطلع تحفه على فكره وطعمها جميل جدا. انت ممكن بقى تستخدمي كل الخضار اللي انت عايزاه. انا هنا بقى قطعت بطاطس وجزر وكوسه وفلفل وفصين توم كده وبصل ورق لوري اللي هو ورق الغار. فانت عادي بقى ممكن تستخدمي كل الخضار اللي انت عايزاه واللي انت بتحبيه ممكن تحطيه معاه. انا جبت بقى بوله كده عشان اعمل التتبيله بقى بتاعه الفرخه اللي انا هعملها. عشان تدي طعم كده حلو خالص للفراخ كده لما تتشوي في الفرن. طبعا جبت بقى هنا علبة زبادي كده صغيرة اهي زي ما انتم شايفين. لو مش عندك زبادي ممكن تحطي مثلا لبن رايب او حاجة. بس هي الزبادي بتخلي الفراخ طرية وطعمها حلو جدا. وحطيت كمان معلقة من الكاتشب وكمان معلقة من البابريكا. طبعا انت بتحطي برضو التوابل اللي انت بتحبيها، انا برضو بحط الحاجات اللي انا بحبها. وحطيت بقى ملح وفلفل اسود دلوقتي هتشوفوني وانا بحطه. عايزه اقول لكم ان التتبيله دي بتخلي طعم الفراخ تحفه. انت بدل ما تحطيها كده على طول وتحطي معاها، انا لما بعملها كده وبسيبها شويه بتخلي الفراخ طعمها حلو وبيبقى لها طعم كده وانت بتاكليها. طبعا انت ممكن تحشي الفراخ اصلا مثلا برز او فريك او حاجه، بس انا مش هحشيها. انا هعملها كده بالخضار، عشان هعمل جنبها رز بسمتي. احنا بنحب الاكله دي يبقى جنبها رز بسمتي بالزبيب. بس فهنا بقى دي التتبيله بتاعتي اهي اللي انا عملتها. اقلب بقى كده كل المكونات مع بعض، وده بقى كده لونها اهو، عشان زي ما بقول لكم البابريكا والحاجات دي بتدي كده لون وبتدي شكل حلو خالص. دلوقتي بقى هحط كده الفرخه بتاعتي اهي. طبعا انا كنت غسلاها ومنضفاها كويس جدا، وكنت مظبطاها كده بقى بليمون ودقيق وطماطمايه كده عشان تضيع الزفره بتاعتها، وسايباها في الميه وشطفتها كام شطفه كده حلوه. بقت معايا الفرخه اهي زي ما انتم شايفين نضيفه خالص. نزلت بقى عليها كده في التتبيله اللي انا عاملاها، وهبدا بقى ان انا اخلي التتبيله كده تدخل في كل حته فيها. طبعا لو عرفتي تفتحي الجلد ما بين الجلد واللحم وتحطي جواها عادي تمام، معرفتيش وحسيتي ان هو هتتقطع فبلاش عادي. بس اهم حاجه ان التتبيله تدخل كده في الفرخه كلها وتبقى كلها كده متشربه منها. بص بقى ان انا كنت ظبطتها اهي وظبطت بقى التتبيله كلها. عايزه اقول لكم ان انا سبتها شويه، ما حطيتهاش على طول. بس انا ممكن تسيبيها بقى في التلاجة مثلا ساعتين 3، او تسيبيها مثلا من قبلها يوم في الفريزر كده، عادي على حسب ما انت بتكوني مجهزاها انا طبعا سبتها شويه كده في التلاجة لغايه بقى ما شربت من التتبيله وكده. جبت بقى الكيس الحراري بتاعي هو اللي انا هعمل فيه. طبعًا لمّا باحب أعمل فراخ أو كده باجيب أكبر مقاس من الكيس الحراري، عشان تبقى الفرخة وكده آخدة راحتها فيه، ما يبقاش صغير عليها وكده. كمان إن أنا هاعمل معاها خضار، فعشان تبقى الكيس كبير كده وياخد معايا. طبعًا أنا حطيت دلوقتي بقى الفرخة أهي في الكيس زي ما أنتم شايفين، وهنا كده باقي التتبيلة بقى اللي كانت موجودة. هاحط بقى الخضار بتاعي أهو زي ما أنتم شايفين في التتبيلة. ليه بقى؟ عشان ياخد من طعم التتبيلة بقى بتاعة الفراخ وكده. طالما فاضل معايا شوية من التتبيلة حرام ان انا ارميهم خسارة. فقلت بقى احط فيهم الخضار كده واقلب كده، هيدي طعم جميل جدا للخضار. وكمان لما احطه في الكيس وكده انا مش بحط معاه مية، هي بتلاقي كل الخضار ده نزل ميته بقى مع الفرخة وكده وشربوا من بعض وبيبقى طعمه جميل جدا. فالمهم بقى بعد ما افضي بقى كل الخضار كده في الكيس الحراري زي ما انتم شايفين، هبدأ بقى ان انا اقفل الكيس بتاعي كده. وزي ما قلت لكم انا مش بحط ميه ولا اي حاجه، لان كده كده الخضار والتتبيله اللي انا عاملاها بتنزل الميه بتاعتها، فبتستوي وبتبقى كويسه جدا ومبتبقاش ناشفه ولا حاجه. حطيت بس كده ورقتين لوري كمان في الكيس كده، وهقفله بقى واحطه كده في الصينيه اللي انا حاطه فيها دي. طبعا انت ممكن تحطيه في اي صينيه بتدخل الفرن، صينيه بقى بايركس، ألمونيوم، تيفال، اللي انت عايزاه اللي عندك المتوفر عندك حطيه فيه. انا هنا بقى دلوقتي كده هربطه بقى بالورقه اللي هي بتيجي معاه دي،
وبعد كده بقى هدخلها الفرن. طبعا انا ببقى مشغله الفرن كده يعني عشان يسخن شويه، طول ما انا بعمل يكون هو سخن، عشان يعني ايه لما ادخل فيه الفرخه وكده ما يبقاش يعني لسه بارد وكده فتاخد وقت. هي بالظبط بتبقى ساعه الا ربع وتلاقيها طلعت وبقت جميله جدا. بس في حركه بقى هعملها، الكيس كده منفوخ اهو، هبدا بقى كده ان انا اجيب مثلا بوز كده يكون سكينه رفيع، وهبدا ان انا اغزغز كده من الجناب، اعمل كده كام فتحه يعني علشان ايه البخار وكده يطلع منهم. بس فهنا بقى خلصت كده الصينيه اهي، وهدخلها بقى الفرن زي ما قلت لكم، وهوريكم بقى بعد ما تطلع شكلها بقى هيكون عامل ازاي. زي ما قلت لكم هي هتاخد كده ساعه الا ربع، ساعه الا 10 دقايق بالكتير خالص لو الفرخه يعني كبيره او كده. بس فهدخلها بقى واطلعها. بصوا بقى عايزه اقول لكم طلعت تحفه. بصوا شايفين بقى الميه اللي جوه، انا ما حطيتش فيها ميه ولا اي حاجه، بس بصوا بقى اللون اللي خدته. طبعا انا فتحت الكيس يعني عشان اوريها لكم بقى من جوه عامله ازاي. الخضار مستوي ومية مية ومتظبط وكل حاجه فيه تمام، والفرخه كان طعمها حلو خالص وجميل. هنا بقى بعد ما خلصت بقى وخلصت الغدا وعملت بقى كل حاجة وظبطت الدنيا، يعني كان عندي بقى الدرج كده بتاع التسريحة ده ما كانش متظبط خالص، وكان بصوا زي ما انتوا شايفين كده متكركب بقى وفي وش كتير خالص. فحبيت يعني ان انا انضفه كده علشان ايه احط يعني فيه الحاجات مترتبه وكده. انا كل فتره كده بحاول ان انا انظم كل الادراج والحاجات اللي عندي علشان ما تبقاش متكركبه. فكان عندي الدرج ده بقى كل الحاجات كده زي ما انتم شايفين فوق بعضها، فقلت ايه واحده واحده كده ان انا ابدا ان انا اظبطه يعني واروقه وانضفه، علشان عايزه كده كل حاجه تبقى مترتبه عندي ومتظبطه. وكمان لما باجي اخد حاجه بتقعدي بقى تختاري الحاجه دي هنا الحاجه دي هنا تقعدي تدوري. لكن بصراحه لما تبقى الحاجه مترتبه ومتنظمه تفتحي الدرج تاخدي الحاجة اللي انت عايزاها على طول وتقفليها. طبعا انا كنت مرتبة الدرج ده قبل كده، بس قلت يعني كل فترة كده يعني مثلا كل كام شهر كده اقعد ارتب برضو الحاجات، لان جوري كمان كانت اوقات لما بفتح الادراج وكده بتقعد تلعب فيها. ربنا يهديها يا رب. عارفين بقى الاطفال في فترة الاستكشاف بتاعتهم دي بيحبوا كده يفتحوا كل حاجة، وبالذات بقى الادراج والدواليب، ويفضوا كل الحاجات اللي فيها. فانا اوقات بقى مش بكون فاضيه، فبحط الحاجات كده زي ما انتم شايفين فوق بعضها وخلاص، واقول بعد كده هرتبها. حتى برضو عندي والله في الدراج بتاعه دولاب المطبخ برضو جوري عامله معايا نفس الموضوع ده، تفتح الدراج وتطلع بقى المعالق وترميها في الارض، واوقات تطلع الحاجات اللي انا حطاها كلها وتحطها في الارض وكده، وانا اقعد الم وراها. بس فالمهم يعني ان ربنا يخليهم ويحفظهم من كل شر، ويفضلوا كده ايه يلعبوا. بس هما بقى ايه بيتلهوا، يعني دي الحاجة اللي بتلهيهم بقى ان هما دايما يفضلوا يلعبوا كده. بس احنا دايما المشكلة عندنا ان احنا دايما عايزين الاطفال يبقوا ايه قاعدين ساكتين وهادين وما يعملوش حاجة. فده طبعا غلط، هما ده سنهم اصلا ان هما يقعدوا يلعبوا ويكتشفوا كل حاجة يعني. فربنا يحفظهم كده ويخليهم يربوا ويبارك فيهم. المهم هنا زي ما انتم شايفين بقى انا كنت فضيت الدرج كله خالص اهو، فضيت كل الحاجات اللي كانت موجودة فيه، وكمان شلت المفرش اللي كان موجود عشان انضفه وكده. جبت بقى الملمع بتاعي اللي هو البليدج ده، وجبت فوطة كده، وهبدأ بقى ان انا ايه امسحه كده من جوه وانفضه علشان لو فيه تراب ولا اي حاجة تتشال. طبعا عايزة اقول لكم ان المفرش اللي انا بفرشه فيه ده بيحافظ عليه خالص برضو، يعني بشيل المفرش بيبقى هو مثلا متوسخ او عليه الحاجات كلها، فبنفضه او بغسله، فتلاقي يعني الدولاب بتاعي او الدرج بيبقى نضيف يعني ما فيهوش حاجه. بس طبعا لازم برضو امسحه والمعه كده عشان يبقى نضيف. زي ما انتم شايفين كده انا بقعد بالبليدج ده امسحه وانضفه كده واخليه يلمع كده من جوه. وبعدين هرجع بقى احط فيه المفرش وابدا ان انا ارص الحاجات بقى، بس ارصها ايه بنظام يعني. والحاجات طبعا اللي انا محتاجاها بحطها، والحاجات اللي انا مش محتاجاها برميها، لان زي ما قلت لكم ايه اوقات كده بحط بقى كل الحاجات اللي موجوده عندي وكده، فبيبقى في حاجات كتيرة انا مش محتاجاها اصلا ومحطوطة في الدرج على الفاضي، فابدا بقى ان انا افضيها وكده. انا طبعا جبت المنظمات دي حلوة جدا، كان يعني على فكرة اي منظمات بتبقى جميلة جدا، بس بقى المشكلة ان هي بتاخد مكان شوية في الادراج او في الحاجات دي. فانت بقى لو عندك واسعة وكده بتجيبي بقى منظمات حتى في دواليب المطبخ. كنت جايبة طقم كده اللي هو 18 قطعة اللي هو البلاستيك ده، حلو جدا جدا في كل حاجة تحطي فيه اي حاجة عندك. بس انا المشكلة عندي عشان كمان دواليب المطبخ صغيرة مش كبيرة، يعني مش واسع يعني ان انت ممكن تحطي فيه حاجات كتير، فهو ده اللي بيضايقنا. لكن لو عندك بقى مطبخ كبير وواسع وعندك ادراج كتير بتجيبي الطقومة دي بتبقى تحفة خالص، وكمان بتنظم لك الحاجة كده وبتخلي شكلها جميل جدا. فانا بقى كان عندي علب من اللي هي بتاعة الهدايا دي،
قُلت بقى أحط فيها الحاجات الصغيّرة كده بتاعتي اللي أنا بابقى محتاجاها يعني، وأقفلها كده بالغطا بحيث برضه إن هي تبقى ملمومة كده في الدرج ومش متبعترة. برضه هنا دي علبة فيها محفظة كده كنت جايباها هدية لجوزي، بس هو يعني مش بيستخدمها، هو مش من هواة المحافظ كتير أوي يعني، فأنا بصراحة لسه شايلاها لغاية دلوقتي لإن هي كانت ماركتها حلوة خالص وكانت غالية يعني، فقُلت بقى أسيبها كده في العلبة بتاعتها وأشيلها. فرُحت جاية حاطاها كده في الدرج، وهنا بقى التوَّج بتاعتي أنا اللي أنا متجوزة بيها أهي. كل التوَّج ديّة كمان أنا كنت متجوزة بيها، لإن أنا ما اشتريتش حاجات يعني بعد ما اتجوزت. فهابدأ بقى إن أنا أرصها كده في المنظم ده اللي هو لونه pink، والمنظم التاني ده برضه هاحط فيه حاجات تانية. فهانظم بقى كل الحاجات دي كده زي ما أنتم شايفين، ولمّا أخلّص بقى هاقول لكم أنا عملت إيه. زي ما شفتوا خلاص بقى خلصت كده وظبطت الدرج بتاعي اهو، ظبطت كل حاجة وده بقى شكله اهو، حطيته خلاص كده في الدرج بتاعه مكانه يعني، وظبطت الدنيا وكده بقى تمام ومية مية وشكله جميل. بس كده ده كان الروتين بتاعي بقى النهارده معاكم، فيا رب يكون عجبكم والفيديو عجبكم، متنسوش تشتركوا في القناة، وان شاء الله اشوفكم فيديو جديد تاني على خير.